بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. أولا بمناسبة العام الهجري، وأنا بشكر كل الشكر اللي ربنا وفقني إن أنا ألاقي حد زي الأستاذ إيهاب ولي أمر عندي قال لي كلمة دلوقتي أقسم بالله العلي العظيم والقسم والطلاق والشهادة الزور يعتز فيهم عرش الرحمن. قال لي دلوقتي الأستاذ إيهاب، قال لي يا دكتور هو قد إيه الإنسان لو فتح باب رزق لحد ديت؟ أنت عارف معناها إيه؟ عارفين يعني معناها إيه يا حضرات؟ معناها إن أنت فتحت الأسرة تتستر، فتحت الأسرة تاكل عيش. أنا بقول لكل مدرب ما تضحكش على حد. لو واحد جاي ياخد عندك كورس مثلا انقاذ وانت مش معتمد، قول له لو سمحت روح لواحد معتمد، ولو سمحت انت ممكن تلاقي فرصه شغل في السعوديه وفي البحرين وفي عمان. تعالى بقى على رخصه الغوص، ما تجيش تقول له واحد معاه 1 ستار وتقول له هتلاقي شغل في شرم وروح يتبهدل في السناتر. قول له خد 3 ستار اللي هو الدايف ماستر، وخد معاه غرفه سياحه كريم مزاوله المهنه وربنا هيكرمك. خد معاه لغه، خد معاها بس اسال في الشرم وفي الغردقه ايه اللغه انتم محتاجينها. يعني على سبيل المثال كل الناس بتتكلم انجليزي وفرنساوي وايطالي، لكن التشيكي جاء وافد لينا سائح تشيكي في الغردقه وكانوا محتاسين قوي في حد بيتكلم صيني وحد بيتكلم تشيكي ومش عارف لغه ثانيه كده، لغه انا مش متذكرها. المهم في حاجات لو انت كنت صادق امين مع الناس توصل لهم رساله قد ايه ان انتوا لو خدتوا الكورس الفلاني هتشتغلوا، والله هتفرق مع الناس. وقد ايه انا بكون سعيد لما اكون سبب في اي حد ياكل عيش. ولسه بقول لاستاذ ايهاب، عندي واحد خد معايا الكورس وشغال في احد القرى السياحيه دون ذكر اسمها عشان ما يبقاش اعلان للقريه، لقيته بيرن عليا بيقول لي مدير القريه راسي عليه شاليه والنبي يا دكتور هات ولادك وتعالى قضي يوم عندنا. انا اول ما راسي عليه الشاليه ده في المزاد قلت له انا معلمي عايز له يوم في الشاليه. مش عايز اقول لكم هو يعني ايه، هو ده كادو الهدايا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه تهادوا تحبوا، لكن عايز اقولها بشكل بسيط خالص. يعني شوف هو بيرد لي الجميل ازاي. فانا عايز كل مدرب يعلم تماما ان انت بينك وبين ربنا امانه. انت راجل معتمد في مجال الانقاذ، اشتغل في الانقاذ وطلع كارنيه الانقاذ والرخصه المعتمده عشان الراجل ده يشتغل. طب انا شغال في الغوص، اشتغل بمرض الله لحد الليفل بتاعك. يعني انا واحد من الناس بشتغل لحد ليفل 2 ستار دايفر لحد ما اروح غرفه سياحه واجدد واخلص واعمل الكارنيه الاساسي بتاعي، وبعد كده اقول تعالى خد معايا الدايف ماستر في شرم والغردقه. فقد ايه انا عايز يبقى في مصداقيه مع الناس، قد ايه نكون واضحين، قد ايه نفتح مجال للعمل. وبالنسبه برضه للاستاذ ايهاب كان عايز يقول حته بالنسبه لي، بيقول بيفسر موضوع فتح باب الرزق دي، كلام عجبني وهجيبه لحضراتكم عشان هو مشكورا كان معايا في الفيديو. السلام عليكم. والله يا جماعه انا اتفرجت على بتفرج على، يعني ابني بيتدرب مع دكتور رأفت، ابني صغير عنده 7 سنين، بس بتفرج على الشباب اللي هو خريج مثلا 20 سنه 22 سنه 23 سنه بياخد دوره انقاذ مع الدكتور رأفت او بياخد دوره غطس سكوبا. انا شايف الدكتور رأفت بيحاول يعلمهم الموضوع بمهنيه جدا 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 وباخلاص، وهم الشباب دولت يعني عايزين نفسهم يشتغلوا مثلا في فندق او يشتغلوا على حمام سباحه او يشتغل في قريه سياحيه عشان ياكل عيش ويفتح باب رزق وتبقى ستارت ليه ان هو يعرف يبدا حياته ان شاء الله. فانا والله كنت فرحان جدا 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 بان الدكتور جايب الشباب دولت وبيعلمهم باخلاص، وان ازاي دي الناس دي ان شاء الله هتلاقي باب رزق تاكل منها عيش. وانتم شايفين الحياه بقت صعبه جدا، معظم الخريجين دلوقتي غير الطب والهندسه كله معظم ما فيش بند اكل عيش خالص، فالشباب معذور جدا. فربنا يوفق دكتور رأفت ويوفق الشباب بتاعنا ويرزق كل المسلمين يا رب. الله امين. شكرا جزيلا، شكرا لحضراتكم، اشوفكم على خير. دول غواصين تحت اهو بينهوا الغطسه بتاعتهم ان شاء الله.